وسلفهم الأطهار ومن مشى على هديهم بصدق بلا استكبار. سلام الله يسري ما أقيمت، صلاة من عباد خاشعين، وما جادت بماء المذن سحب، سقى الأشجار وازرعت سفينة. سلام عاطر وله أريج، من الأعماق يعبق يا سمينة. سلام الله نهديه إليكم، مع الإخبار ممزوجا حنينا. أهلا وسهلا مرحبا يا من أتيتم عندنا، الفجر أشرق باسما يا حفل حي ضيوفنا. أهلا بكم حل الضياء يحلكم، والمسك أطر أرضنا، والفجر أضحى مشرقا بقدومكم، والصبح قد حل مضيئا حولنا. والآن وبسم الله وعونه نبدأ أولى حلقات حفلنا، ومع الذكر الحكيم وآيات معطرة من آيات الذكر المبين، والطالب محمد خير. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. صدق الله. نبي لم يمت فينا ضياء، تركت لنا منابعه البواقي، سنجعله سبيلا ما حيينا، وشرع الله ما بين التراقي. ومع الحديث الشريف والطالب عبد الرحمن السيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحبته؟ فقال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع كلمة السيد مدير المدرسة. الضيوف الكرام، السادة الزملاء والزميلات، أعضاء هيئة التدريس في المدرسة، أبنائي وبناتي طلاب المدرسة، أهلا ومرحبا بكم اليوم في حفلنا هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الإنسان معلمه البيان، جاعل العقل نعمة والفكر موهبة، أسبغ علينا آلاء المعرفة وجعل ركائزها القراءة والإطلاع وسيفها القلم لترقى إلى أسمى المعارف والعلوم. وأثني بالصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد سيد الدعاة والمعلمين، الذي قال الله تعالى فيه: ويعلمهم الكتاب والحكمة. اليوم أجلس بينكم ليس كرئيس للعمل لكم، بل أخ وزميل، نحمل معا أمانة جيل وحمل ثقيل لنعبر به سويا إلى المستقبل. وبعد، كما نعلم التربية والتعليم قيادة الأمة، ترسم مصير وبناء فكر وتغرس معتقد وتغيير سلوك. فما أعظم هذه الرسالة وما أثقل هذه الأمانة
التعليم شرف عظيم، فهو رسالة الأنبياء، ويجب علينا جميعا أن نهتم بالأمانة وننظر لهؤلاء الأطفال، ليس كونهم أطفال يتعلمون، بل كل واحد فيهم هو ابن لنا جميعا، ونرى ماذا نحب أن يكون عليه أبناؤنا، وإلى ماذا نحب أن يصل إليه، حتى نصل أمتنا إلى أرقى الدرجات. وليعلم كل منا أنه كما تدين تدان. فإذا كنا نريد أن يتعلم أبناؤنا ويأخذوا حقوقهم ويرى مدرسيهم فيهم الأمانة والضمير، فلنرعى في أبنائنا الآخرين نفس الأمانة والضمير. إنما نراه في طلابنا من سلوكيات غير مرغوب فيها عائد ينقص في أداء المدرسة ورسالتها تجاه طلابها ومجتمعها المحيط بها. إن المدرسة يجب أن تكون مصدر إشعاع، فلا يجوز أن نقصر في أداء واجبنا نحوها حتى نبني صرح هذا البلد العظيم الغالي. فأطلب من نفسي ومنكم جميعا أن نكون على الوجه الأكمل الذي يليق بنا جميعا، ونشكركم جميعا على الأداء والالتزام، وأتمنى لكم التقدم في الحياة والعمل، وأسأل الله أن يوفق الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. ونترككم الآن للاستمتاع بحفلكم الجميل هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيد المدير. أمي يا حبا أهواه، يا قلبا أعشق دنياه، يا شمسا تشرق في أفقي، يا وردا في العمر شزاه، يا كل الدنيا يا أملي، أنت الإخلاص ومعناه. ماذا أفديك من الدنيا؟ قلبي أم عيني أماه، روحي أنفاسي أم عمري، والكل قليلا أواه. ماذا أتذكر يا أمي؟ لا يوجد شيء أنساه، فالماضي يحمل أزهارا والحاضر تكسر شفتاه. ما زال حنانك في خلقي يعطيه سرورا يرعاه. كم ليلا سهرتك في مرض تبكي وتنادي رباه. طفلي وحبيبي يا ربي ابلغ بالصحة دنياه. الأم تذوب لكي نحيا ونذوق من العمر هناه. الأم بحار من خير والبحر تضوم عطاياه. أماه أحبك يا عمري يا بهجة قلبي ومناه. ضميني واسقيني حبا ودعيني أحلم أماه. ومع أغنية أعز الناس والطالبات أسماء مطر ونور السادات. أعز الناس رموني يا ناس في عز البرد في الشارع، وجنب الحيط أنا اتحطيت وأنا بصرخ ومن سامع. أعز الناس رموني يا ناس في عز البرد في الشارع، وجنب الحيط أنا اتحطيت وأنا بصرخ ومن سامع. وماشي يا ناس وأنا خايف رموني ليه مش عارف. وماشي يا ناس وأنا خايف رموني ليه مش عارف. خدوا كل شيء يا ناس مني وأنا صغير ومش عارف. أعز الناس رموني يا ناس في عز البرد في الشارع. أعز الناس ظلموني وسرقوا الفرحة من روحي وجالهم قلبي يسيبوني. مين يا ناس
أفزعي إلا على هم وطول توزعي ومدامع تهمي على أوزانها حرات تضاف إلى لهيب الأضلع لها تهتز أروقة الدجى ويضيع يمتها الزمان بمسمعي. والآن مع أغنية للمجموعة يا أشرف زهراء محمود وهذا عبده بعنوان ضمين ضم. طب خلي بالك ده مع الكمبيوتر بقى. ماشي انا معايا فتره الكمبيوتر بقى. لا انا ما بصورش. بصي يا رجاله ضميني ضمة وخديني يما حضن بايديكي وقلبي سما ضميني ضمة وخديني يما حضن بايديكي وقلبي سما خلاص حبايب كلنا انت الصلاة انتي اول عينينا ما فتحتش عيناكي انتي ست الحبايب كلنا بنسميك انتي اول عينينا ما فتحتش عيناكي انتي انتي الحبيبة يما حنان وطيبة يما انتي الحبيبة يما حنان وطيبة يما والجنة تحت اقدامك يا غالية يما ضميني ضمة وخديني يما حضن بايديكي وقلبي سما مهما تاخدنا الدنيا نرجع تاني ليكي في بحر حنانك نشرب الحب بايديكي مهما تاخدنا الدنيا نرجع تاني ليكي في بحر حنانك نشرب الحب بايديكي اغيب وارجع يما على صدرك ادمع يما اغيب وارجع يما على صدرك ادمع يما والجنة تحت اقدامك يا غالية يما ضميني ضمة وخديني يما حضن بايديكي وقلبي سما في حزننا انت الوحيدة تحس بينا ولو بكينا تمسحي دمعة عينينا في حزننا انت الوحيدة تحس بينا ولو بكينا تمسحي دمعة عينينا عطف وحنان يما حضنك امان يما عطف وحنان يما حضنك امان يما والجنة تحت اقدامك يا غالية يما ضميني ضمة وخديني يما حضن بايديكي وقلبي سما قلبك ما يعرفش الفرح غير لو فرحنا وبتدعي لينا يما حتى لو جرحنا قلبك ما يعرفش الفرح غير لو فرحنا وبتدعي لينا يما حتى لو جرحنا لو كنت جارح يما قلبك مسامح يما لو كنت جارح يما قلبك مسامح يما والجنة تحت اقدامك يا غالية يما ضميني ضمة وخديني يما حضن بايديكي وقلبي سما من نهر كوثر حبها ما بينتهيش وازاي اوفي فضلها مهما اعيش من نهر كوثر حبها ما بينتهيش وازاي اوفي فضلها مهما اعيش لحظة حنانك يما ضمة لولادك يما لحظة حنانك يما ضمة لولادك يما والعمر كله ما يوفي بايديكي ضمة ضميني ضمة وخديني يما حضن بايديكي وقلبي سما ضميني ضمة وخديني يما حضن بايديكي وقلبي سما بكت الديار وغارت الأحداق والقدس وبكاها هوى ونفاق نصر النبي غدا يؤرق مقلتي وتهز قلبي نحوه الأشواق ومع أغنية جراح أمة في المجموعة. ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا ترى شفت من الأمة درى شفت البشر والرب أشد من الحجر والشمس تشهد والقمر صبر على حكم القدر هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ أنا كنت نايمة في غرفتي بحلم واحد
ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا ترى شفت اللي للأمة جرى، شفت البشر قلوب أشد من الحجر، والشمس تشهد والقمر صابرين على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ احنا عرب، ايوه عرب، نفس العقيدة والنسب وحروف كتابنا من دهب، ولما جاء وقت الغضب لقينا غزبت وتصب. سكتنا ليه؟ سكتنا ليه؟ سكتنا ليه؟ ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا ترى شفت اللي للأمة جرى، شفت البشر وقلوب أشد من الحجر، والشمس تشهد والقمر صابرين على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ الليل طويل رافد يفوت قدم المساجد والبيوت، الليل طويل رافد يفوت قدم المساجد والبيوت، والموت يسلمهم لموت بصرخ ونادي بأعلى صوت. ليه وانتو شايفين محنتي سبتونا موت؟ ليه السكوت؟ ليه السكوت؟ ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا ترى شفت اللي للأمة جرى، شفت البشر وقلوب أشد من الحجر، والشمس تشهد والقمر صابرين على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ كان نفسي ألعب زي زمان، كان نفسي أعيش لحظة أمان، كان نفسي ألعب زي زمان، كان نفسي أعيش لحظة أمان، كان نفسي أكمل حصتي، كان نفسي أفرح أمتي، كان نفسي أفرح جدتي. وأنا ذنبي إيه؟ وأنا ذنبي إيه؟ وأنا ذنبي إيه؟ ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا ترى شفت اللي للأمة جرى، شفت البشر وقلوب أشد من الحجر، والشمس تشهد والقمر صابرين على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ بتظلموا كلمة سلام، طب ما احنا عايزين السلام، لكن الجبان هو اللي خان، قتل المؤذن والأذان، حرق الزيتون ذبح الحمام، دم الشهيد باتوا بكام؟ باتوا بكام؟ ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا ترى شفت اللي للأمة جرى، شفت البشر وقلوب أشد من الحجر، والشمس تشهد والقمر صابرين على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ قول له شفت أمتك راحت بعيد عن سنتك، ألف طريق غير سكتك، يلي علينا برحمتك، في الجنة عايزين صحبتك. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ ماذا نقول إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا ترى شفت اللي للأمة جرى، شفت البشر وقلوب أشد من الحجر، والشمس تشهد والقمر صارمين على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ خلاص رجعنا للطريق، وعرفنا مين هو الصديق، وعرفنا معنى المسألة، أصل السؤال والمسألة، لو كنا عايزين منزلة يبقى الجهاد أول وآخر مرحلة. ماذا نقول
إذا التقينا بالرسول هنقول له إيه؟ هنقول له يا هل ترى شفت اللي للأمة جرى، شفت البشر وقلوب أشد من الحجر، والشمس تشهد والقمر صبر على حكم القدر. هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ ولحدائق مدرستنا جذور ثابتة وفروع شاهقة وأوراقه طيبة، فيها المعاني متصلة غير مقطوعة ومعطاءة غير ممنوعة. ومع هذه الزهرة الفواحة من شذانا الزاكي وأدبنا الراقي وهذه الأنشودة بعنوان بنحبك يا مصر، والمجموعة سوسن مختار، دنيا شلبي، وندى محمد. خلوا وشه من الشلل. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا. خلي وشه من هنا عشان اعرف اصوره. فهمنا يعني ايه وش يوم اتنالات العالم بلادي لك حبي واخواتي بنحبك يا مصر. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني ايه بلاد حية العالم بلادي لك حبي واخواتي بنحبك يا مصر. احنا الله نحافظ عليها نبني مستقبلنا فيها نعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. بنحبك يا مصر. علمونا اللي احنا واحد كلنا مصريين احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين. علمونا اللي احنا واحد كلنا مصريين احنا لينا رب واحد مهما اختلف الدين. فهمنا يعني ايه بلاد تحية العالم بلادي لك حبي واخواتي بنحبك يا مصر. احنا الله نحافظ عليها نبني مستقبلنا فيها نعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. بنحبك يا مصر. انا ابقى جندي من جنودها واحمي ارضها لو طلبت مني عمري كله تحت امرها. انا ابقى جندي من جنودها واحمي ارضها لو طلبت مني عمري كله تحت امرها. فهمنا يعني ايه بلاد تحية العالم بلادي لك حبي واخواتي بنحبك يا مصر. احنا الله نحافظ عليها نبني مستقبلنا فيها نعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. بنحبك يا مصر. هم اللي خدوها بسرعة. ثمار حفلنا متنوعة وكلنا أمل أن نوفق في تقديم ما ينال القبول والاستحسان، راجين من الله التوفيق والسداد، ونتمنى منكم النصح والدعاء والإرشاد. ومع أغنية كل الطيور بتهاجر والمجموعة أسماء مطر هدى محمد ندى محمد. الشحن خلينا مش عارف. لا الشحن من هنا بقى وش عشان تعالوا في البرنامج. كل الطيور بتهاجر وبترجع أرضها، كل القلوب العاشقة مسيرها لبعضها. كل الطيور بتهاجر وبترجع أرضها، كل القلوب العاشقة مسيرها لبعضها. مصر اللي بتضمنا نبض الحياة دمنا نوهب عشان حياتنا لو كنا بنحبها. مصر اللي بتضمنا نبض الحياة دمنا نوهب عشان حياتنا لو كنا بنحبها. الغربة واحنا بعيد نشتاق من غيرها، نكبر ونعلى الفوق منها ومن خيرها. وعلما من نبتها شايلين هناك اسمها، وكفاية برا يقولوا المصري ده ابنها. مصر اللي بتضمنا نبض الحياة بدمنا نوهب
رأسي بعز وكبرياء. أجا المصري، أجا المصري ويشار إلي بالبنان. مصريون لوينا عنق التاريخ نحونا، مصريون سلم على من سالمنا ونار تحرق من عادانا. مصريون حجزنا موقعنا في الصدارة، إن تكلمنا أنصت الكون والسماء، وإن حضرنا فبالسلم والسماحة وطيب السجاير. نمد أيدينا بالعون والمساعدة لكل أخ محتاج. يسقطنا الضعيف فيقوى، والفقير فيغنى، والمظلوم فينصر، والجائع فيشبع، والخائف فيأمن، وكل ذلك بفضل الله وكرمه. حماك الله يا وطني ورعاك من كل حاقد وعابس بأمنه. والآن مع أنشودة يا بلادي مع الطالب محمد الشافعي. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطنيش. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطنيش. قولوا لها معلش يا أمي أموت ببلدنا تعيش. أمانة بوسوا ايديها وتسلموني على بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في ايدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا مصر حلوة ولابسة جديد. اخر نفس فيا بنادي بموت وانا بحب بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. طير الملايكة حواليا طير لحظة فراقك يا حبيب تغير. طير الملايكة حواليا طير لحظة فراقك يا حبيب تغير. وامشي معهم واغنيلك واشوف يا مصر وشك بخير. قالوا لي يلا الجنة قلت لهم الجنة بلادي يا بلادي يا بلادي. مش هننفع معاك ولا اي حاجه ننفع معاك. بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي يسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتسبيح والحزن. دعني أصح دموعا لا انقطاع لها، فهل عسى عبرة مني تخلصني. والآن نترككم للاستماع إلى قصيدة أماه والطالب محمد خير. قصيدة أماه للشاعر عبد الرحمن صالح العشماوي. أماه فاض القلب بالألم، وبات شعري على بوابة السأل. أماه هذه رياح الشعر ساكنة كأنه لم يعانق لهفة القلم. ما زلت أتبعه حينا ويتبعني حينا وينفر من فرجي ومن وجهي. كم
كم ليلة كنت أسترخي قوافيه وأنتجي فيه طبع الجود والكرم، لكنه كان يشكوني وينكرني ولا يجيب كمن يشكو من الصمم، كأنه لا يرى جرحا يعذبني ولا يرى دمعة في مقلة الحلم. يا شعر أنت وإن عاندت ملك يدي من خاطري تستمد اللحن فانتظم. أمي بربي تشكو جسمها سقما وما تزال تلاقي الداء بالشمم، وأنت قلب جدار السمت ترقبني كأنما لم تزر قلبي ولم تقمي. امدد إلي يد الأوزان، شد يدي ونادي أمي معي واصعد إلى قممي. أماه يا من فرشت الورد في طرقي ومن فتحت لقلبي صفحة اللهم، ومن نقشت على جدران ذاكرتي عبارة علمتني منطق القيم. كبرت لكنني ما زلت أبصر طفلا أمامك لم يدرج على قدمي. كبرت لكنني ما زلت أبصرني طفلا أمامك لم يدرج على قدمي. أماه يرعاك ربي، كم يعذبني ما تشتكين من الأوجاع والسقط. كم ليلة بت يا أماه في أرقي حرصا عليك فلم أهدأ ولم أنم. أبيت كالطائر المحبوس في قفص يغلف الحزن في ثوب من النار. إذا زفرت رأيت الشمس باهتة وطاف بي طائف الشكوى. لو كنت أحسن نزع الداء طرت به، لو كنت أحسن نزع الداء طرت به ألقيته خلف آلاف من الأكم. والله لو تشترى بالروح عافية لما بخلت بروحي أو زخرت ذنبي. والآن مع كلمة مع ضيفنا الكريم والأستاذ أحمد عبد الحليم. بصي كانت هنا خليك اصلا خليك. طيب انا معاك، كانت في قلب الحاجه هنا. اي معايا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعد، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحفل الكريم، السيد الأستاذ مدير المدرسة، أعضاء هيئة التدريس، الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يعني أنا سعيد جدا بهذا الحفل الطيب المبارك، ولكن الإسلام يدعونا أن ننتقل من مجال القول إلى مجال الفعل والعمل. نعم، نحن نفرح للأم، نحن نقول قال الله عنها وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا دخلنا إلى الواقع وإلى الفعل تجد العمل مغاير للقول. فهي وصية بسيطة ما تعلمناه من أساتذتنا ومعلمينا تجاه آبائنا علينا تطبيقه، سواء من القرآن أو من السنة أو من السلف الصالح رضوان الله عليه. النقطة الثانية أن الإسلام كرم المرأة عموما، والله سبحانه وتعالى عندما كرم المرأة كما في بداية الحفل
استمعنا إلى آيات من سورة التحريم، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، ولم يضرب مثلا للذين آمنوا رجل. والمرأة إذا كانت أما، انظر كيف كرمها الإسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. بالظل يعني أنا شايف فيه أنا ولا لا، الشمس جت عليهم بس، الشمس جت عليهم. احنا عايزين شباب الألتراس اللي واقف بره يعني يبقى معانا، ما يبقاش ضدنا يعني. فالمرأة إذا كانت أما، فالله سبحانه وتعالى جعل تحت قدميها الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. وإذا كانت زوجة فإنها تكمل لزوجها نصف دينه، يعني إذا كانت أم فالجنة تحت أقدامها، وإذا كانت زوجة فهي تكمل لزوجها نصف دينه. وإن كانت بنتا أو بنتين أو ثلاثة فهي تكون سببا في دخول والدها الجنة. فالمرأة على أي حال هي رمز إيماني وسبب في دخول الإنسان الجنة، سواء كانت أمك، سواء كانت زوجتك، سواء كانت بنتك. فالإسلام كرم المرأة على أي حال. الأمر الذي أريد أن أؤكد عليه أن ننتقل من ميدان القول إلى ميدان العمل. نحسن إلى آبائنا، الذي يبر والديه يكون جزاؤه ومصيره الجنة إن شاء الله. ولا أريد أن أطيل عليكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. والآن أترككم مع فقرة في سورة أسئلة سريعة. سين واحد. مش سين واحد، هو سين واحد. بالنسبة لفقرة الأسئلة، الطالب اللي هيجاوب أو اللي عارف الإجابة صح هيجي ياخد جايزة الأستاذ أحمد. يعني السؤال هيتسأل، الطالب احنا هنقرب المايك، هيقول الإجابة في المايك، إجابة صحيحة هيطلع ياخد جايزة. يطلع عندك هنا المايك يا أستاذ. تعالى يا محمد، تعالى يا محمد هنا. يطلع يجاوب بره. سين واحد. ورد في القرآن الكريم ذكر آلة من آلات الخياط، فما هي مع ذكر الآية؟ صعب يا محمد. كلا حد عارف؟ حد عارف؟ ممكن المدرسين يشتركوا. يلا الله من عارف الإجابة. اتفضل، اديلها المايك، اديلها المايك. اديلها المايك، اديلها المايك. إجابة صحيحة. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لن تفتح لهم أبواب الجنة حتى يلج الجمل من سم الخياط. سين 2. ما هو دعاء الصوت؟ لما تاخد الجايزة. السلام عليكم. دعاء لبس الثوب. دعاء لبس الثوب. دعاء لبس الثوب. خلي ده بناتي. ايه السؤال يا عم؟ دعاء لبس الثوب. ما هو دعاء لبس الثوب؟ ما هو دعاء لبس الثوب؟ دكتور محمد اهو يا محمد. تعال خضر، الدكتور محمد هنا. الدكتور محمد. لا مفيش، الدكتور محمد عارف. اديله المايك، اديله المايك. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقول دعاء الثوب: الحمد لله الذي كسانيه من غير حول مني ولا قوة. ما تختارش كده اهو. ماشي. الإجابة صحيحة. ما تبصش قلنا. احنا هنبقى في خرفة. ماشي. سين 3. اذكر 5 انواع من الفاكهة ذكرت في القرآن الكريم. احنا دلوقتي اذكر 5 انواع من انواع الفاكهة ذكرت في القرآن الكريم. ويا ريت لو بالايات يبقى احسن. بالايات كمان انت يعني شايفه. محدش عارف 5 كاملين. ده احنا كده معلومات عن القرآن الكريم ضعيفة جدا. مين جدا. طب بس ده ليه؟ ماشي يعني ده بالصعب. لا انا عاوز التين والزيتون والعنب والرمان الزيتون والعنب والرمان لا لسه في حاجة التين الرمان وعنبا. لا سيبك من الزيتون. الزيتون ده مخلل. المسح القرآن بقول لي هاي مش الموز بالاسم والله عنبا وخضرا مش دافع وزيتونا ونسوا مش دافع ماشي. نعتبر الإجابة غير كاملة. الإجابة التين والزيتون والنخل والرمان والعنب. النخل فاكهة يا ابني. الزيتون. النخل فاكهة. استنى وقبا وزيتونا ونخل. طب الزيتون فاكهة. سين 4. اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح. اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح. اسم الجبل ده فيه الاول الطلب ما يعرفوش سي الإجابة صحيحة. إجابة صحيحة. تعالى. اسم الجبل الذي رست عليه سفينة نوح هو جبل الجودي. سين 5. ماذا يطلق على صوت المدفع؟ ماذا يطلق على صوت المدفع؟ صوت المدفع. حد يعرف؟ سموه صوت المدفع. سموه ايه؟ صوت المدفع. محدش عارف؟ مدرسين طلبة صوت المدفع. محدش عارف خالص صوت المدفع. قول لي يا استاذ معاذ. لا هو انتوا كده ساعة. لا صوت المدفع. لا يا بوم دي بتاع العين. حد عارف؟ ولا محمد؟ داوي السؤال السادس. من أهم أنصار المسيح عيسى ابن مريم هو؟ أنصار المسيح عيسى ابن مريم. لا في القرآن. من أنصار المسيح عيسى ابن مريم. طبعا ما حدش هيجاوب الشخص مع ده كلام. الحواريون. وما تسمع الخدة ديتك بسرعة ما تناقش يا استاذ احمد. ايوه كده ماشي. سين 7. ما اسم الإصبع الأصغر للإنسان؟ سهل ده. اسم الإصبع الأصغر. ماشي تعالي. سين 8. ماذا يطلق على معضل الكف؟ كلمة معضل عشان بس تتوه الناس. معضل الكاف. محدش عارف؟ شوف ما اعرفش. انا مش هقول لك ما تفسرش الاجابه. انا لو قلت لك تفسر الاجابه انا عاوز هتقول لي الإجابة صحيحة. اتفضل يا مس منى. اسمنا اطلعي. ماذا يطلق على معدن
الإجابة رسم. الرسم بس هم سن 9. ما هي آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. آخر وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. كفاية عليك كده؟ حد تاني؟ آخر وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أستاذ جمال؟ الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة وما ملكت أيمانكم. إجابة صحيحة. خلص بقى الأسئلة كده يا عم شرف. خلص الأسئلة ده المسألة. سين 10. ماذا يطلق على جانب النهر؟ ماذا يطلق على جانب النهر؟ ماذا يطلق على جانب النهر؟ اهم هنا اهم. جانب النهر. اهم. تعال بسرعة، تعال عاوز تيجي جاي. تعال بسرعة. بسرعة. ضفة النهر. الإجابة صحيحة. يطلق على جانب النهر ضفة النهر. سين 11. ما هو الجزء من الإنسان الذي لا يحتوي على أي أعصاب؟ حاجة في الجسم مفيش فيها أعصاب. الجزء من الإنسان الذي لا يحتوي على أعصاب. الجزء من الإنسان الذي لا يحتوي على أعصاب. صحن الأسر. تحت مثلا. لا، الأظافر. إجابة صحيحة. الأظافر. مين اللي قال الأظافر؟ خد جايزتك. سين 12. في اللغة ما هو أول ظلمة من الليل؟ ما هو أول ظلمة من الليل؟ في بداية الليل. ما هي أول ظلمة من الليل؟ سموها إيه؟ أول ظلمة من الليل في القرآن. أول ظلمة من الليل. لا، أول ظلمة من الليل. أقول لا. الشلبي. الغاصب. محمد. الغاصب. أول ظلمة من الليل هو الغاصب. سين 13. ماذا تسمى؟ الإجابة صحيحة. ماذا تسمى الجثة المحنطة في قبور المصريين القدماء؟ الجثة المحنطة في قبور المصريين المومياء. إجابة صحيحة. كده. سين 14. على ماذا تطلق كلمة الأبيضان؟ على ماذا تطلق كلمة الأبيضان؟ كلمة الأبيضان. على ماذا تطلق كلمة الأبيضان؟ مين يجاوب؟ مين معانا؟ يعني بسرعة. إجابة صحيحة. الماء واللبن. سين 15. يشرع سجود السهو لأحد ثلاث. ما هي؟ يشرع سجود السهو لأحد ثلاثة أمور. امتى بنصلي السهو؟ في 3 مواضع. ما هي؟ مين يجاوب؟ يشرع سجود السهو في 3 مواضع. ايه الإجابات الدينية مالها كده ضعيفة؟ لا، 3 مواضع. الزيادة والنقصان السهو والزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان والسهو. الزيادة والنقصان والسهو. إجابة صحيحة. سين 16. كم عدد خزنة جهنم وما الآية دل على ذلك؟ كم عدد خزنة جهنم وما الآية دل على ذلك؟ خزنة جهنم مع ذكر الآية الدالة على ذلك. خزنة جهنم. لا غلط. خزنة جهنم. كم؟ أحمد. خزنة جهنم. هاتوا الآية. وعليها 19. وعليها 19. سين 17. ومستدير طروق العين بهجته كأنه فلك نجم الدجى في
كأنه نجم الدجى في حروفه 4 قد ركبت فإذا ما قلت أوله أول حرف أتم باقيه. فين ومستدير تروق العين بهجته كأنه فلك نجم الدجى فيه حروفه 4 قد ركبت فإذا ما قلت أول حرف أتم باقيه. ومستدير تروق العين بهجته كأنه فلك نجم الدجى فيه كأنه فلك نجم الدجى فيه حروفه 4 قد ركبت فإذا ما قلت أول حرف أتم باقيه. لا ومستدير على الخاتم أول حرف خ وبعدين أتم خاتم. ماشي تعال بسرعة.